خلينا ندخل في الموضوع على طول. كلنا تقريبا عانينا من تضييع الوقت والمجهود في حاجات المفروض إنها بسيطة جدا، زي المعاملات المالية اليومية. وعشان كده جمعنا لكم النهاردة الدليل الشامل ده اللي بجد هيغير تماما الطريقة اللي بنتعامل بيها مع المدفوعات الإلكترونية. الهدف هنا واضح ومباشر: نقضي نهائيا على حاجة اسمها طوابير، ونقدر ندير كل فواتيرنا ومدفوعاتنا بثقة وسهولة، وكل ده من شاشة الموبايل. جاهزين؟ يلا بينا نبدأ. فاكرين الأيام دي؟ الوقفة في طوابير طويلة في عز الحر وتحت أشعة الشمس الحارقة، وكل ده ليه؟ عشان بس ندفع فاتورة كهرباء ولا نشحن رصيد التليفون. الحقيقة إنها كانت تجربة محبطة جدا ومضيعة للوقت والجهد بشكل مش طبيعي. كلنا مرينا بالموقف المزعج ده، بس لحسن الحظ التكنولوجيا ما تسابتناش أسرى للطوابير دي. دلوقتي بقى في خطوات واضحة جدا للتحرر الكامل من كل المهام البدنية المرهقة دي، زي ما هنشوف مع بعض. الموبايلات الذكية اللي في إيدينا دلوقتي ما بقتش مجرد أداة عشان نكلم بيها بعض، لا خالص. دي بقت عاملة زي فرع بنك أو ماكينة دفع متحركة معانا في كل حتة، وبتقدم الحل النهائي والمريح بجد. لو قارنا بين ماكينة أمان التقليدية اللي بنشوفها في المحلات وبين الموبايل، هنلاقي إن نقل الأموال بقى سلس جدا. القوة اللي كانت محصورة في الماكينات البلاستيكية دي بقت دلوقتي مدمجة بالكامل جوه الشاشة الصغيرة اللي في إيدينا. دي الحرية المطلقة في الدفع في أي وقت ومن أي مكان، من غير ما نرتبط بمواعيد عمل أو أماكن محددة خالص. خلينا نبدأ بالأساسيات وبأكتر حاجة بنعملها تقريباً كل يوم. تطبيق فودافون كاش بيعتبر من الرواد الحقيقيين في المجال ده. تصميمه البسيط جداً والواضح باللون الأحمر المميز بيخليه نقطة انطلاق ممتازة لأي حد لسه بيبدأ خطواته الأولى في عالم المدفوعات الرقمية. ميزته الأساسية إنه متاح لشريحة ضخمة جداً من الناس، ومش بيطلب أي تعقيدات بنكية أو إجراءات طويلة عشان نقدر نستخدمه فوراً. لو ركزنا أكتر في واجهة تطبيق فودافون كاش من جوه، هنلاقي إن الخانات واضحة لدرجة ما فيهاش أي مجال للغبطة. هتلاقوا خانة مخصصة للمبلغ اللي هيندفع، وخانة تانية بتوضح الرصيد الصافي اللي هيوصل فعلا، وده طبعا بيشيل أي حيرة أو ارتباك. بمجرد ما بندخل الرقم المطلوب بنضغط على الزرار الأحمر العريض اللي تحت ده، والموضوع بينتهي في لمح البصر. سرعة وكفاءة بتلبي احتياجاتنا اليومية من غير أي تأخير. طيب، وبالنسبة للخدمات التانية زي شحن الإنترنت أو تجديد الباقات، هنا التطبيق بيستخدم أيقونات بصرية كبيرة وواضحة جدا. يعني هنلاقي أيقونة للهدايا، وأيقونة تانية لتجديد الباقات، وتالتة لشحن الرصيد. الأيقونات دي مش محطوطة كشكل جمالي وبس، دي متصممة بعناية عشان توجه العين وتسهل التصفح للجميع، حتى للناس اللي مش متعودين قوي على التكنولوجيا. كل حاجة مترتبة بشكل بديهي جدا عشان تخدم الهدف المباشر من غير أي لف ودوران. طيب، بالنسبة للناس اللي بتفضل تربط مدفوعاتها اليومية مباشرة بالحساب البنكي من غير ما يحتاجوا يغذوا محفظة إلكترونية كل شوية، هنا بقى بيظهر تطبيق انستاباي كحل سحري وقوي جدا. التطبيق ده حرفيا عمل فورة حقيقية، لأنه بيوفر سرعة فائقة في الربط المباشر مع القطاع المصرفي، وده بيخليه خيار آمن وسريع لدرجة إن المعاملة بتخلص بضغطة واحدة من الحساب البنكي للخدمة المطلوبة على طول. طب ماذا لو كان حجم المعاملات كبير شوية؟ هنا بيبرز تطبيقين عملاقة للاستخدام اليومي الشامل: بساطة وأمان. التطبيقات دي نقدر نعتبرها استثنائية للناس اللي بتعمل حجم ضخم من المعاملات الرقمية كل يوم. دي مش مجرد تطبيقات بسيطة لشحن الموبايل، دي منصات متكاملة فيها مئات الخدمات، وبتتحمل ضغط الاستخدام المستمر بكفاءة عالية جدا. نقدر نعتبرها مركز خدمات متكامل في جيبنا. المنصات دي دايما بتتطور عشان تبسط حياتنا. مثلا واجهة تطبيق بساطة بتطبق شعار الشحن بدون كروت أو أكواد بشكل عملي جدا. الآلية كلها عبارة عن 4 خطوات سريعة: بنفتح التطبيق، نختار الخدمة، نحدد الشبكة، وبعدين نشحن. التطور ده بيقضي تماما على الإحباط بتاع زمان لما كنا بنقعد نخربش الكروت الورقية أو ندخل أكواد طويلة ومعقدة وممكن نغلط فيها. دلوقتي ضغطة زرار واحدة والمهمة بتنجز بنجاح تام. خلينا القسم ده بقى يمكن بيمثل العبء الأثقل على أكتاف ناس كتير جدا: دفع الفواتير المنزلية. تخيلوا معايا الموقف ده: حد نسي تماما يدفع فاتورة الكهرباء وافتكر فجأة في وقت متأخر من الليل. لولا التطبيقات دي كان الموضوع هيبقى أزمة حقيقية. بص على واجهة تطبيق أمان كده، هتلاقوا لافتة بارزة بتقول: ادفع فاتورة الكهرباء في الإنجاز. التطبيق بيحط الخدمات الحيوية دي في الواجهة عشان يوفر علينا عناء البحث ويحل الأزمات المفاجئة بلمسة واحدة. ولو رجعنا تاني لتطبيق انستاباي هنلاقي الموضوع مش بيقل سهولة أبداً. التخطيط البصري متقسم بوضوح شديد، وزي ما السهم الأحمر بيشاور بيوجه عينينا مباشرة لأيقونة دافع فواتير. مفيش أي تشتيت هنا خالص، ومجرد الدخول للتطبيق الطريق لسداد الفواتير واضح ومباشر من نقرة واحدة بس. البساطة دي في التصميم هي اللي بتخلي التكنولوجيا مفيدة بجد في أوقات الزحمة والانشغال. واللي يثير الاهتمام بجد في تطبيق بساطة هو الحجم الهائل من الخدمات اللي بيقدمها.
احنا بنتكلم عن أكتر من 400 خدمة متجمعة في مكان واحد، من التبرعات للأقساط الشهرية لحجز الطيران لفواتير الغاز والمياه والكهرباء. بالشكل ده المستخدم بيبقى شايل مجمع خدمات حكومي وتجاري كامل جوه موبايله، ومتصنف بطريقة بصرية أنيقة جدا بتمنع أي إحساس باللخبطة، وبتخلي الوصول لأي خدمة أسهل مما تتخيله. وعشان نبسط العالم الرقمي المتشعب ده كله، العملية بأكملها بتتلخص في 3 خطوات عالمية بتمشي على معظم التطبيقات دي. أولاً بنختار الخدمة المطلوبة بدقة، ثانياً بندخل البيانات ورقم الفاتورة، ثالثاً بنأكد وننفذ الدفع. التكنولوجيا هنا مش معقدة خالص، بالعكس دي أداة طيعة اتصممت مخصوص عشان تخدمنا وتوفر وقتنا الثمين اللي كان بيضيع في المواصلات والانتظار في الطوابير. القسم بعد ما استعرضنا كل الخيارات دي، أكيد بتسألوا نفسكم إيه هو أحسن تطبيق؟ من خلال التحليل البسيط اللي قدامنا في الجدول ده نقدر نلخص الحكاية. انستا باي بيتميز بالسرعة القصوى والتحويل اللحظي المباشر. فودافون كاش بيتميز بالسهولة الفائقة ومتاح للجميع من غير أي تعقيدات. بساطة وأمان هم الخيار الأمثل لو بندور على شمولية الخدمات وتعددها في تطبيق واحد. أما بقى تطبيقات البنوك الرسمية فدي بتركز على أعلى درجات الأمان والتحكم المركزي في الفلوس. الاختيار في النهاية بيعتمد كلياً على أولوية واحتياج كل واحد فينا كل يوم. لو بصينا بنظرة أعمق على نظام انستا باي هنلاقي إنه بيمثل نظام بيئي متكامل بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الخدمات فيه بتتنوع بشكل مذهل، بتشمل التحويل اللحظي للأموال، تسديد البطاقات الائتمانية، دفع الفواتير بكل أنواعها، وحتى التبرعات، وكل ده متاح 24 ساعة في اليوم. ده دمج عبقري لخدمات كتير في واجهة واحدة ومدعومة مباشرة من القطاع المصرفي، وده بيدينا ثقة كبيرة جدا في كل معاملة بنعملها. ومن ناحية تانية بتبرز تطبيقات البنوك المباشرة زي تطبيق بي ام اونلاين كمثال للتحكم المطلق للناس اللي بيعتبروا الأمان المطلق والتحكم المركزي الدقيق في حركة حسابهم البنكي هو الأولوية الأولى والأخيرة. التعامل مباشرة من خلال التطبيق الرسمي للبنك بيعتبر الخيار المنطقي والأكثر طمأنينة. التطبيقات دي بتضمن إن كل معاملة تفضل تحت المظلة المباشرة للبنك، وده بيدي راحة بال تامة بجد. بعد ما طبعا ما ينفعش نتكلم عن المدفوعات الرقمية من غير ما نوضح ازاي نحمي فلوسنا. التكنولوجيا ممتازة بس محتاجة وعي وحذر. عندنا 3 قواعد ذهبية لازم نمشي عليهم. أولا المراجعة الدائمة للأرقام، لأن خطأ بسيط في رقم تليفون أو فاتورة ممكن يودي الفلوس في حتة تانية خالص. ثانيا دايما نحتفظ بنسخة رقمية أو سكرين شوت من إيصال الدفع عشان يكون معانا دليل موثق لأي معاملة. ثالثا إياكم تحملوا تطبيقات دي من بره المتاجر الرسمية المعتمدة عشان نضمن إن موبايلاتنا وبياناتنا البنكية ما تتعرضش لأي خطر أو اختراق. وهل في إحساس أحسن من إننا نشوف علامة تم الدفع بنجاح؟ دي مش مجرد رسالة سيستم عبرة، دي بتمثل راحة نفسية حقيقية. معناها إننا وفرنا ساعات من وقتنا وتجنبنا طوابير طويلة جدا وخلصنا التزاماتنا المالية بنجاح وبأمان كامل وإحنا قاعدين في بيتنا. هو ده الهدف الأساسي من التكنولوجيا دي كلها، إنها تحسن جودة حياتنا وتشيل من علينا الأعباء اليومية المتكررة. وفي الختام بيفضل السؤال الأهم لحضراتكم بعد كل الشرح والتفاصيل دي: إيه هو التطبيق اللي بتفضلوه أو هتبدأوا تستخدموه في معاملاتكم اليومية؟ هل جربتوا الدفع بالموبايل قبل كده ولا البداية هتكون من النهاردة؟ بنتمنى إن الدليل ده يكون نور الطريق وبسطة المفاهيم بشكل واضح. ما تنسوش تتابعونا عشان يوصلكم المزيد من الأدلة والشروحات اللي بنبسط فيها دايما عالمنا المعقد. شكرا جدا لمتابعتكم ومع ألف سلامة.